عارفين ايه احلى حاجه في الدنيا؟ انكم تعملوا احلى سان سباستيان تشيز كيك في البيت. خطيره يا جماعه، وبجد مش هنجيبها تاني ابدا ابدا من بره. هبدأ بأي طبق عندك، أهم حاجة إن هو يكون غويط عشان لما نحط كل المكونات ونضربها ما فيش أي حاجة تطلع بره. نص كيلو كريمة تشيز. تمام، باظت في وشي معلش. شوية سكر. هو الوصفة الأصلية للسان سباتيان هما بيحطوا كوباية سكر، أنا هحط نص كوباية بس. حاجة إن الكوباية اللي بدأتي بيها هي اللي تخلصي بيها. هحط كريمة الخفق، كله هيبقى بدرجة حرارة الغرفة ما عدا كريمة الخفق، هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتبقى لازم ايه باردة. هحطها كلها 200 مللي. هضربها لحد ما القوام يبقى كده. انا هحط 4 بيضات، انت معاكي لحد 6 بيضات يعني، شوفي اللي انت عايزاه، بس انا بحط 4. اتعودوا دايما يا جماعة في اي وصفة فيها بيض تكسروا البيض في اي بولة بره الاول، عشان لو في بيضة بايظة ولا حاجة ما تخربش الوصفة يعني. ادي 1 2. هقلب دول مع بعض وبعد كده اضيف الباقي. البيضتين التانيين اهم، بس كده خلاص ضربتهم كلهم. ضربت ال4 بيضات. هحط فانيليا باكت او 2، لو انتوا البيضة عندكم زفر قوي حطوا 2. وبش ليمون. هحط كمان معلقتين دقيق، وهم دول اللي هيخلوها تمسك نفسها اكتر من كده، واهم حاجة طبعا ننخله. هنجيب بقى اي صينية عندنا، انا ما عنديش صينيه اللي بتتفك فعادي يعني، المهم ان انتوا تبطنوها بورق زبده، ولو عندكم طبعا الصينيه اللي بتتفك هتبقى افضل كتير. هي بتنفش، فالافضل طبعا ان احنا نعملها في صينيه متوسطه. الصينيه دي مقاس 22، لو عندكم 20 تمام. هدخلها الفرن لمده نص ساعه على درجه حراره 200، وبتطلع خطيره. هنسيبها تبرد خالص وندخلها التلاجة اقل حاجه 3 ساعات. قطعوها بسكينه، نزلتوها في ميه سخنه، وحطوا عليها الفليفر اللي انتوا عايزينه، وبالهنا.